سلة المملحات طوندونس رمضان 2025. هاد المملحات غادي يديروا حالة في طابلتكم هاد العام. نوريلكم كيفاش تخدموهم وكيفاش تحتفظوا بهم في المجمد اذا درتو كمية كبيرة بواحد الحشو بزاف بنين اقتصادي وما فيهش كاع صوالح بزاف. تبعوني. هنا جبت حبة فلفلة حمراء وحبة فلفلة خضراء، غادي نقطعهم نقع لهم كاع هذاك الجلاخ تاعهم من الداخل، نقطعهم بالطول ومن بعد نقطعهم هكا قطع صغار. خليهم على جهة. نجيب مقلة ندير فيها شوية تاع الزيت وندير بواحد نص حبة تاع بصل مقطعة قطع صغار. مور ما يدبال هذاك البصل نجيب هنايا الكروطة اللي كنت رابيتها، خليها هكا تشحر معاه. زيد عليها هذيك الخضره نغطيها ونخليهم يذوبوا كاع في رحبه. زدت عليهم شويه دجاج مرحي ونخلطها معاهم، شويه توابل ملح حرور كيري تاع الدجاج والفلفله حمراء. نزيد هنا شويه تاع الكريم فريش وشويه تاع فرماج طري نخلطهم ونخليهم حتى ينشفوا غايه. هنا الحشو تاعي راه واجد، درته في بوش. ونروحو دروك للمشكل اللي بزاف رانا نعانو منه واللي هو خبز التورتيه. يتقطع ما يترولناش وما يخدمناش كيما رانا باغيين. اليوم جبت لكم احسن خبز تورتيه راه في السوق حاليا، لا كازا دي تورتياس. ديجا غير تحلو الساشي تشمو ريحه الخبز كيما تاع الدار، ما يتقطع ما يصالح والو. الخبزات يجو سيباري ووحده ما تلقوها لاصقه مع الزاوجه. هنا حكمت هذاك الخبز قطعته على زوج. في القنت ندير الفرماج، نحط هذاك الحشو تاعي ونرولي كيما راني باغي. كيما راكم تشوفوني رولي دي بتي سيجار، روليتهم بلحتهم. ونروحو دروك نخدم تاني المثلثات، وكيما راكم تشوفوا راني نتحكم فيه كيما راني باغي، ما يصراله والو. وجدت هنا الخبز تاعي راه كاع كومبلي. نرمده دروك في الفرينه في البيض ومن بعد في لاشابلور. في هذه المرحله الا بغيتو تحتفظوا به دخلوه المجمد، وقت ما تبغوا تسحقوه جبدوه وطيبوه. انا هنا غادي نخدم باللي راني مسحقه، نقليه على زيت يكون متوسط. شوفوا القرمشه كيفاش نديرها هنا في سيرسو. نحط المثلثات في الوسط ونحزم هكا هذيك الحاشيه تاعي، وراني تحصلت على اجمل سله مملحات تقدروا تزوقوا بها طابلتكم هذا رمضان. ذوقوها كيما راكم باغيين وبصحتكم. في طابلة رمضان لو كان ما ناكلش اكثر من 5 بوراكات كاع ما نقولش باللي كليت نموت على البوراك. واليوم لقيت وصفه راهي دايره باز في لي ريزو سوسيو، بوراك العجين. في 5 دقائق توجدوا العجينه و5 دقائق الزوجه تعمروه مقرمش بنين وكاع ما يديش الوقت. غير بارطاجوه غادي تسحقوه. بديت بالحشو، درت البصل خليته يتقلى. العجينه فيها غير 2 مكونات، كاس حليب، نص كاس زبده دايبه، شويه ملح، شويه حرور وشويه ريسيبيس تاع الدجاج، ونلمو بالفارينه. الاولى لميت غير بالمغرف ومن بعد لميت بيدي. نروحو نجيبو هنا الفيلم ترونسبارون تاع ميرا بلوس، نغطو به العجينه وكاع ما يدخلكمش الهواء فيها، يجي يلصق ديراكت في البول تاعكم. البصل تكراميليزا، زدت له الدجاج، نتوما ديروا حشو كيما راكم باغيين، وزدت له هذاك الفرماج الطري، خلطتهم وخليتهم على جهه. نروحو للعجينه ما تريح ما والو ديراكت. ورقتها، درت العجينه من تحت ومن الفوق، وما تورقوهاش غليظه بزاف باش ما يجيكمش معجن. انا درتها بهاد الاله هكا، جاوني مربعات كاع كيف كيف. درت الحشو في بوش وهكا نبدا نعمر كاع ما يغبنيش وبالخوف يوجد. زدت له فرماج رابي اختياري، تبلعوا مليح الحبه، تبلعوا لها الاطراف، ومن بعد نجيبوا بابي كويسون تاع ميرا بلوس نحطوا فوقها الحبات باش ما يلصقوناش بلا ما كملنا كاع الحبات تاعنا. ندير الزيت يحمى ونجيب اسويتو تاع ميرا بلوس مليح بزاف للقليان، يشرب لكم كاع الزيت اللي يكون في الحبه. نقليهم على نار متوسطه، نحمرهم من 2 جوايه والزيت يكون حامي، وتحصلوا على اجمل بوراك العجين. بارطاجوه غادي تسحقوا. في الطليان كاين بيتزا نابوليتان، وفي الجزائر عندنا البيتزا كوكا بزوج مغارف مارغارين وبلا عجينه مورقه وبلا زبده توريق وبلا تعب. تخدموا اجمل بلا تاع بيتزا كوكا. هاد الوصفه تحداوني فيها انجل باش نوجد وصفه تقليديه جزائريه بالخميره تاعها. البصل زدت له طوماطيس تاع قوطي، ملح حرور، الفلفله حمراء، شويه ماء، وخليتهم يطيبوا في غردهم. العجينه فيها كاس حليب، نص كاس تاع الزيت، حبه بيض. نخلط المكونات، نزيد عليهم مغرف سكر، ونروح نجيبوا خميره انجل واللي تساعدكم في المخبوزات وحتى في الحلويات. ندي منها مغرف صغيره نزيدها على الخليط ونخلط مليح هاد المكونات تاوعي. نزيدوا مغرف تاع الملح. من موراها غادي نزيدوا دروك الفارينه. انا الفارينه دات لي 3 كيسان وهكا معمرين. خلطت مليح العجينه، ما تكون طريه بزاف ما تكون قاصحه. قسمتها على 4، ندخلهم في الفريجيدير واحد 20 مينوت. نورق بالوحده، ندهنها بالمارغرين تكون دايبه، ونزيد عليها العجينه الزاوجه، نعاود ندهن
وتبداو تبلعوا كما راه مبين لكم لا فيديو على زوج ومن بعد على ثلاثه. نفس العجينات اللي بقاو لي زوج درت لهم نفس الطريقه. نديروها في الفريجيدير نص ساعه ونعاودوا نورقوها، نقلعوا الاطراف رانا تحصلنا العجينه التحتانيه، نحطوها نديروا لها الحشو تاعنا اللي كان برد. والعجينه الزاوجه نفس الطريقه اللي درناها الاولى نديروها للزاوجه. زدت فرماج ومن بعد درت فوقها الطبقه الفوقانيه ندهنها بشويه بيض، زدت لها شويه تاع القهوه، ندخلها طيب على اعلى درجه من تحت ومن من الفوق، تحصلوا على اجمل بيتزا كوكا. دارنا ولاو يقارعوا للجمعه غير على جال الماني الشباب اللي نديرها لهم. اليوم خيرت لكم مملحات بزاف بنان مع واحد لاصوب حاميه تدفي لكم صارينكم. تبعوا معايا. نبدو بالمملحات. عندنا كاس حليب دافي، مغرف خميره الخبز، مغرف سكر. نخلطوا كلش ونزيدوا عليهم ربع كاس زيت، مغرف مايزينا، ونلموا الخليط بالفارينه اللي نزيدوا لها مغرفه صغيره ملح حتى تلمع لنا العجينه وتولي طريه. نخلوها تخمر. درنا لها كيس بلاستيكي. الحشو عندي بصل كرملته هكا، غادي نزيد عليه طوماطيس نخليهم يذوبوا، ملح حرور، توابل تاع الجبن وشويه فلفله حمراء. ودروك نروحوا زدت لهم الفرماج وغادي نزيد لهم طون ماراطون ذوق الطماطم. طون ماراطون الذوق تاعه لا يعلى عليه، راكم موالفين به شحال من عام وراني ندير لكم به ثاني شحال من خطره. غادي ندي انا هنايا العلبه الكبيره صفيتها من هذاك الزيت وغادي نديرها الداخل. عطاتني واحد الحشو واحد البنه بزاف شابه. نروحوا لاصوب. عندي هنايا مغرف زبده زدت لها بصل حتى تكرمل. غادي نزيد لها هنايا مغرف فارينه نخلطهم مليح، المعدنوس ولا كرافس، ونزيد لهم 4 كيسان ماء ونخليهم يطيبوا فوق النار. العجينه هنايا راهي خمرت، نديغازيها، نرش هنا مايزينا فوق سطح العمل. العجينه قسمتها على زوج. نجيب هذاك الحشو درته في لابوش، نبلع وندور عليه دويره واحده اخرى. انا هنا درت لكم كيما هكا باش ما تضلوش تورقوا كل دويره وحدها، هكا تجيكم اسهل طريقه. عجينه قسمتها على زوج وكل طرف وشكلته 3 تاع الحرابيش. درت له من فوق البيض ودرت لها البافون خشخاش وندخلوه يطيب. هنا لاصوب زدت لها الفرماج، نزيد لها بطاطا كنت غليتها من قبل، الملح الحرور، توابل تاع الجبن، ويا مالا كانت ثقيله ثاني، وزيد نغليها فوق النار شويه وتحصلوا على اجمل مملحه مع السوب بنينه. جربوهم غادي تسحقوهم. من نهار اللي وليت نخدم البيتزا بالعجينه تاع الفريجيدير كاع ما وليت نستغنى عليها، ودارنا كل ما ياكلوها يقولوا لي سبحان الله تحسب كيما تاع برا. ومع اليوم الجمعه والويكاند قلت نقلش روحي بحاجه شابه بنينه ومخدومه في الدار وبمقادير بزاف بسيطه كاع ديروها. كاس حليب دافي مع نص كاس ماء نخلطهم، نزيد لهم مغرف صغيره خميره الخبز ومغرف كبيره سكر. نخلطوا كلش، نزيدوا 4 مغارف زيت ونزيدوا معاهم تاني 2 مغارف خل يعمل كمحسن، مغرف صغيره ملح. خلطوا كاع المقادير ونلموا العجينه بالفارينه. العجينه لازم تكون طريه ما تكونش قاصحه باش لاباط تاع البيتزا من الطيب تجي خفيفه وشابه. قطعت العجينه على زوج، درتها في كيس بلاستيكي وندخلها للفريجيدير تريح من ساعه حتى 2 سوايع. لاصوص حبه بصل، 2 حبات طوماطيس، ملح حرور، فلفله حمراء، شويه تاع الماء، الزيت، مغرف طوماطيس تاع القوطي وشويه تاع السكر الحموضه. خلوها طيب فوق النار ومن بعد نطحنوها ونخلوها تبرد. وفي وصفاتي دائما حاضر ناظر طوماراطون واللي كاع نعرفوه وبلا ما نحكي على البنه تاعه. ديت من نص العلبه ونغطيها نخليها في الفريجيدير. هنا الفارينه نرش شويه، جبت بابي كويسون من تحت ونحاول نورق العجينه رقيقه على قد ما نجم. ندير دوك هكا الاطراف، نحط فوقها لاصوص. وشوفوا انا كل ما نروح بيتزيريا نبغي ناكل بيتزا دائما ندي تاع الطون. حتى دارنا كل ما من داك ولفتهم طوماراطون كل خاطر يقولوا لي بيتزا باش غادي ديرها لنا بالطون ياك كاع ولا تعجبهم. الجهه درتها بالطون وجهه درتها بالدجاج كيما اللي تنباع برا. من الفوق كان عندي غير شيدار درته، وكان عندي شويه كامامبير وفرomاج ساندويتش. نتوما فراميش ديروا كيما تبغوا، انا ما كاش عندي بزاف. دخلتها طيب على اعلى درجه من تحت ومن بعد شعلوا ليها من الفوق تحمر. تحصلوا على اجمل بيتزا تركيه غادي تخدموها في الدار. خلوا لي كومونتير تاعكم، ما تنسوش تبارطاجيو الوصفه.